بالله ما يضيق صدري لما أشوف قسط كذا تحدي بين ولد وبنت. ترى مو هذا المشكلة، أقسم بالله اللي ضيق صدرك أبو جودي مو بس هذا المشهد، هو مشهد عدم استنكار المتابعين تحت. قاعد أناظر أنا في التعليقات، ما في أحد يحس إن هذا غلط. جماعة غلط، جماعة إذا ما ردك الدين تردك المروءة. في رجال في التيك توك، في رجال ما يقابلون، وفي بنات محتشمات ويتكلمون بالشيء الطيب، لكن مو معقول احنا في التعليقات ما في احد يقول هذا غلط. هذه من الاشياء الغريبة جدا، انك تشوف الغلط وتسكت، يعني هذه من الاشكالات. لكن يكفيك يعني انك تنكر، يكفيك انك تطلع، ما تزود الاعداد، ما تكون شاهد على خطأ. ارجع واقول اللي يلتقي باخته اذا ما ردك الدين تردك المروءة. يا اخي الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه. يا اخي ليش ما تغير على اختك هذه؟ والله المفروض يضيق صدرك لما تشوف مثل هذه المقاطع. لا أن تدعمها وتتواصل وتحديات وأحكام. إيش هذا يا أبو بدر؟ الآن شوف شيء كأنهم يعني من تحدي واحد تربطهم علاقة وميانة غريبة، خلاص تصير علاقة، وممكن إنه مثلا تنصح أو تتكلم معهم تقول لهم ترى هذا، قالوا شوف هذا الشيء صار الآن عندهم اثبت انه حرام، واثبت الشيء انه هذا حرام، واثبت الشيء هذا انه هذا غلط. صارت العلاقات سهلة جدا بشكل ما تصور، بحكم المزح وانه بيني وبينه حواجز، وابد انه اذا ضحكت معه وسولفت معه وربطت علاقة او سولفنا وتحديات او حكم علي. الان يا ابو بدر حكم احكام غريبة حتى في البرنامج، يعني ممكن انه هذا الشخص مستقبلا يندم على الشيء هذا اللي هو سواه في هذه البرامج. والله العظيم غلط أن يكون الحكم يقول للفتاة دوري، وهي تعرف ليش راح تدور، وهم عارفين كلهم، واللي تابع عارف، ليش يصير كذا؟ يا جماعة كم بنعيش في هذه الدنيا؟ 100 سنة. هذه 100 سنة إذا قلنا هذه 100 سنة هي عبارة عن في تاريخ البشرية اللي هو 10,000 20,000 30,000 سنة، مليون سنة، هي 100 اللي بتعيشها أو 60 أو 80 هي ومضة في هذا العمر المديد. ترى في ناس في قبورهم أعمارهم أكثر من أعمارنا، يعني جالس في القبر له 1000 سنة، ما تدري هو في نعيم ولا في عذاب. نحن نعيش ومضة في ذرة، ومضة في هباء. إحنا في هذه الأرض أشياء مجهرية لا نرى، ثم نتحدى الله عز وجل، نتحدى بما أكرمنا، بما أنعم علينا. ترى النت نعمة، والبصر نعمة، والكلام نعمة، والحوار نعمة، والتواصل مع الآخرين نعمة، وأن تجد من يحبك نعمة، وأن تكون آمنا نعمة. الآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن في هذه اللحظة والله ما نحصي نعم الله سبحانه وتعالى. يا أخي هذا ما يردك. قالوا ما الحياء من الله؟ قالوا ما الحياء من الله؟ قال أن تستحضر نعمه. مجرد ما الله عز وجل يعني تذكر نعم الله عز وجل، يقول عز وجل وآتاكم من كل ما سألتم. يا أخي ايش تبغى؟ أنت ايش تبغى في هذه اللحظة؟ كيف ستتعامل مع هذه الأمانة؟ وهناك رقيب عليك متفضل عليك، كيف تتعامل معه؟ جسدك أمانة، وقتك أمانة، مالك ليس مالك، ومال الله سبحانه وتعالى، مالك أمانة. التيك توك هذا والأجهزة والوسائل هذه أمانة، هذه ابتلاءات الله عز وجل يبتلينا بها. فلما أنا أطلع أبى أقول الكلمة أمانة، العبارة أمانة، هذه المعاني اللي بقدمها أمانة. الذي سيتأثر بي خيرا أو شر هذا في ميزان حسناتي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لما أنا أنطلق من هذه أستحي، والله العظيم أستحي وأخاف أني أتعامل بهذه الطريقة من الله سبحانه وتعالى.